بتصدق في السحر الأسود؟ ما أظنش إنك تكون في سنة 2024 ولسه بتصدق الحاجات ديت، إنما مؤمن بيها من باب ذكرها في الأديان. بس أنا جاي النهاردة وحابب أبوظ لك دماغك شوية، وعاوزك تفتح دماغك معايا وتعالى أما أحكيلك. عارف منتخب ساحل العاج؟ أيوة، اللي هو كوتوفوار، واحد من أكبر المنتخبات الأفريقية، ودايما بيكون المرشح الأقوى في أي بطولة في أفريقيا، أو كمان المرشح الأقوى للتأهل لكأس العالم، وخاصة في فترة 2006 لغاية 2010 اللي كان المنتخب مليان فيها نجوم زي ديديه دروجبا، يايا توريه، أبو بكر باري، ونجوم كتير قوي محترفين في أوروبا. تعال بقى نشوف تاريخ المنتخب ده لحد سنة 2015. ما كانش فيه غير بطولة واحدة لأمم أفريقيا اللي هي بطولة سنة 1992، وعلى مدار 23 سنة كان المنتخب الأقوى في أفريقيا، بس بيطلع من الأدوار الأولى بركلات جزاء بقى بجوان بتخش فيه في آخر دقيقة. وطبعا كلنا فاكرين ماتش منتخب مصر وكوت ديفوار سنة 2006، وازاي الحضر اتنفخ في صورته وصد رجل الجزاء من دروجبا نفسه اللي هو في الوقت ده كان أقوى راس حربة في العالم. وطبعا كلنا فاكرين ماتش 2008 اللي كسبناهم فيه 4-1 بأهداف غريبة وكور بتغير اتجاهها زي جون أحمد فتحي كده. نيجي بقى لسنة 2015 قبل كأس الأمم الأفريقية، في مجلة رياضية في البلد كتبت بيه مانشيت كبير قوي ومحدش فاهم منه حاجة، وكان المانشيت ده موجه لقرية صغيرة قوي في ساحل العاج بيطلبوا منها المغفرة. وطبعا زي ما انا قلت لك محدش فاهم حاجة. وبعد كده ظهرت قصة غريبة شوية. منتخب كوت ديفوار وعلى مدار 23 سنة في عز قوتهم ونجوميتهم ما كانش بيكسب أي بطولة بسبب القصة اللي أنا هحكيها لك ديت. بص يا صاحبي، القرية اللي كان المانشيت مكتوب عشانها قرية معزولة في الغرب الأفريقي لوحدها كده، مليانة صحراء من كل شكل ولون، قرية كاملة عبارة عن مجموعة من الصحراء. وللعلم بس في أفريقيا أسواق لأغراض السحر، لو حابب تشتري من هناك رجل كتكوت يتيم أو ورك فرخة جوزها استشهد هتلاقي كل ده هناك. المهم سنة 1992 والأسباب سياسية في البلد، وزير الرياضة الإيفواري راح على القرية ديت وكان فيها ساحر مشهور جدا اسمه جباس، طلب منه إن هو يساعده إن المنتخب ياخد بطولة أفريقيا بالتعويذ بتاعته، والمقابل هيكون مادي كبير جدا لو ده حصل. وجباس وافق. جباس استخدم تعويذ مشهورة جدا في الحضارة الأفريقية، والتعويذ ديت هتساعده في اللي هو يعمل كده. وواحدة من التعويذ ديت اسمها تعويذة النحل، وديت بتخلي لعيبة الفريق المنافس بطيئة تحس بلسعات نحل كده لوحدها. والتعويذة التانية كانت السرعة، إنها تخلي لعيبة الفريق بتاعهم أسرع من المعتاد. والتالتة كانت مضاعفة الدفاع، وديت كانوا بيستخدموها زمان في الحروب، وعشان كده سنة 1992 حصلت المعجزة واتأهلت ساحل العاج وكسبت بنتائج غريبة. كانت بتجيب اجوان في آخر دقيقة، ده حتى النهائي بتاع البطولة خلص تعادل، وبعد 20 ضربة جزاء كسبت كوت ديفوار غانا، والناس خرجت والدنيا بقت أفراح. بس المشكلة هنا بقى إن وزير الرياضة الإيفواري نفض لكل السحرة بتوع القرية واحتفل وهاص في وسط الزحمة ونسى وعده للسحرة. والساحر بقى جباس راح له هناك وطلب منه الفلوس بتاعته، الفلوس اللي هو وعده بيها. ساعتها هو رفض واتحجج بأي حاجة، وجباس نفسه زعل وقال وسط الناس إن هو زعله وحش وهيسيب المنتخب بالنحس لمدة 20 سنة، وبدأ يهدد باللعنات اللي هتحصل للمنتخب لمدة 20 سنة. وطبعا الحكومة قالت لك ده خيش وقش يا عم سيبك منه وصباح الفل يعني، وفكك منهم بقى بلا صحرا بلا بتاع. بس كده، ومن سنة 1992 لغاية سنة 2015 ومفيش بطولة دخلتها ساحل العاج إلا ويحصل فيها حاجة غريبة وتطلع منها من الدور الأول، يا إما توصل للنهائي وتخسر بطريقة غريبة مهما اشتروا مدربين أجانب ومهما قسموا ولعبوا. بس بيجي في الآخر ويحصل اللي أنا بقولك عليه ده. وسنة 2002، يعني بعد 10 سنين، وزير الدفاع الإيفواري بعت للصحراء 200 دولار وشوية أزايز خمرة على شوية هدايا، يمكن المشكلة اللي هم فيها ديت تروح بقى ويتفك اللعنة اللي عندهم، وعشان الصحراء كمان يرجعوا يساعدوا المنتخب. بس حظه الوحش اللي ما كانش جباس موجود في الوقت ده، واستمر المنتخب برضك في الخسارة لحد ما جباس جه وقال كفاية عليكم كده. وسنة 2015 وبعد 23 سنة بالتمام والمدة اللي كان قايل عليها جباس خلصت، يكسبوا أمم أفريقيا تاني بعد معاناة 20 سنة.
يمكن تكون انت جيت في مرة كده وسألت نفسك هما بيخسروا ليه واستغربت، بس عمرك ما كنت هتقتنع ان السبب هو السحر وقرية السحر. للعلم بس السحر في غرب أفريقيا جزء من العقيدة وناس كتير بيصدقوا في الموضوع ده. تفتكر ان الموضوع ده كان ليه علاقة بالسحر؟